هو ليه سوهاج اتسمت سوهاج؟ علشان كان عايش فيها طور اسمه سو، وفي يوم هاج على الاهالي لما ما لقاش اكل ياكله فاتسمت سو هاج. ده بجد؟ لا طبعا. دي القصه الشعبيه، انما اصل كلمه سوهاج بقى اتقال فيها كلام كتير. بعض المؤرخين قالوا إن ده كان اسم واحد من سحرة فرعون اللي آمنوا بربنا مع سيدنا موسى عليه السلام. ومؤرخين تانيين قالوا ان سوهاج كان اسمها في الحضاره المصريه القديمه بومباي، اللي اتحرفت لسوهاي واللي بقت بعد كده سوهاج. طب وليه سوهاج بقت بلد المواويل؟ ده بسبب أسطورة إيزيس وأوزوريس في الحضارة المصرية القديمة. بحسب الأسطورة إن أوزوريس لما اتقتل على إيد أخوه ست تم دفنه في قرية العرابة المدفونة في البليانة، ودي واحدة من مراكز سوهاج. والأسطورة بتقول إن إيزيس كانت بتندب وتولول على موت جوزها أوزوريس، ومن هنا عرف السوهاجيين مواويل الحزن. بعد شوية اتطورت فكرة المواويل دي، والمزارعين وهم رايحين الغيط كانوا بيقولوا المواويل دي علشان يسلوا وقتهم. ومن هنا بقى سوهاج عندها أنواع مختلفة من المواويل، موال أحمر، موال أخضر، موال مسبع، واتسمت سوهاج بلد المواويل.